اليوم باش نحكيو على العلاقة بين الباحث عن الشغل ومؤسسات الدولة. به مؤسسات الدولة توا اليوم موضوع حساس شوية، مش البحث عن شغل بشكل عام ولا في القطاع الخاص، لا مؤسسات الدولة. شنو نجم نقولوا في هذا الصدد السياسي؟ واليوم نحكيو على مهمة الوكالة من بين المؤسسات العمومية الوكالة الوطنية المهمة، يعني اللي عندها المهمة متاع تنشيط سوق الشغل. نعم. الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل النتي. هذه الوكالة اللي هي مؤسسة. في الحقيقة عندنا برشا صور في هذا الموضوع. عندنا صورة الوكالة ولا الشعار نتاع الوكالة، إذا كان موجودين الصور نعرضوهم. إذا الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل اللي هي فعلا اللي هي تحت إشراف بالطبيعة وزارة التكوين المهني والتشغيل. نعم. وهي من دورها تنشيط سوق الشغل، وبالطبيعة تقوم بتنشيط زاد عن طريق شبكة مكاتب التشغيل اللي معروفة ب يعني لو بيرو دومبلوا. تستهدف شكون السيبل نتاعها؟ تستهدف الباحثين عن الشغل، طالبي التكوين، وخاصة الراغبين في بعث مشاريع صغرى. مهم جدا هذه يعني الفئات أيضا. هاي أمامنا الوكالة، صورة الشعار والعنوان. نعم. كذلك الفئات التي تلاقي صعوبات خصوصية في الاندماج في سوق الشغل، مثل العمال اللي تم تسريحهم أكيد في لأسباب اقتصادية أو من ذوي الاحتياجات الخصوصية أو المعاقين. كذلك زاد أصحاب المؤسسات الباحثين عن الموارد البشرية، وهنا نحكيو عن المشغلين. هذه تقريبا يعني شنو هي الفئة المستهدفة من طرف هذه الوكالة. من بين المهام تاع الوكالة هذه هو تطوير الإعلام حول التشغيل والكفاءات المهنية باتجاه المنشآت والباحثين عن الشغل. النقطة الثانية تقديم المساندة الكفيلة بالنهوض بالمنشآت الصغرى وبالعمل الحر. وهنا نحكيو على كل ما يتعلق بأصحاب المؤسسات. القيام بالإعلام والتوجيه المهني لطالبي التكوين، دونك دورها زاد تعطي يعني الفرصة للباحثين عن الشغل في التكوين. نعم. وايضا اخيرا تنظيم عمليات تشغيل اليد العامله التونسيه بالخارج. دونك احنا اليوم مش الوكاله التونسيه للتعاون الفني، لا، هذه حاجه اخرى. هذا من بين قلت مهام الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل. نبدا نسال ولا تكمل عرض المعلومات؟ مثالش. هل الوكاله حضور معناها بارز ومنتشر بين صفوف الشباب الباحثين عن شغل الطالبين؟ هل لها حضور محلي وجهوي؟ هل ربما ما تقوم به للاعلام اعلاميا، سواء على الاعلام الرسمي كيفنا احنا اعلام رسمي، ردوا بالكم رسمي، ولا الاعلام الحديث بالوسائل والوسائط والصفحات والشبكات واصل للشباب؟ خاطر يبدو لي ان الامر ليس كذلك سياسي. علاش اليوم تناولنا هذا الموضوع؟ لمزيد هذا بيت القصيد فعلا، لمزيد تحسيس الباحثين عن الشغل بأهمية هذه الوكالة اللي هي تعتبر مؤسسة عمومية. وماذا بينا احنا الباحثين عن الشغل والشباب يعني يتوجهوا لهذه الوكالة اللي هي موجودة على مستوى محلي، على مستوى جهوي، وعلى مستوى وطني. فما فروع معناها وإدارات جهوية الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، فعلا على مستوى شبكات يعني مكاتب التشغيل اللي هما قاعدين يقوموا بدور. صار هي معناها نلقاوها صلب مكتب التشغيل، هي تشرف على كل مكاتب التشغيل. نقولوا احنا بيرو الشغل تابع الوكالة. هذا هو سهلة، مالا الانتشار مضمون. ولكن اللجوء لبيرو الشغل، خليني نقول كما قالوا لي الشباب، ما عادش كالعادة هكا العبارة استعملوها بخصوص ماذا؟ معناها يظنوا أنه بالعكس ما فماش جدوى كبيرة. بالعكس. وهنا باش نحكي على البرامج النشيطة للتشغيل اللي تقدمها الوكالة هذه. من بينهم دونك اليوم متابعة التربصات للتأهيل المهني بهدف تنمية مؤهلات الباحث عن الشغل واكتساب الكفاءة المهنية، وذلك من خلال علاش هما يعني اليوم الوكالة تقوم بهذا الدور لمزيد التعرف عن ظروف العمل الحقيقية من طرف الباحث عن الشغل. كما تمكن هذه البرامج الباحث عن الشغل من متابعة حلقات تكوين تكميلي لتنمية المهارات. نعم. وهنا
هالبرامج باش نعطي عندهم 3 برامج. الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. أيوة. عقد إعداد للحياة المهنية. هذا مشهور ياسر. لا سي اي في بي. CEVP. دونك لو كونترا دانسيرسيون. معروف برشا. هذا ربما اشهر حاجه عند الشباب معناها، خاطر فما الشهريه هذيك معناها يدخل يخدم ويمشي ياخذ العقد التاهيل للحياه المهنيه الSCVP. فهمتني؟ فعلا فما مشروع، فما زاد برنامج اخر عقد الخدمه المدنيه CSE اللي هو موجه للجمعيات. وهنا تعرف هم بعض الجمعيات اللي ما عندهمش الامكانيه باش يقوموا يعني اعطاء راتب للباحث عن الشغل. هنا الوكاله ومكاتب التشغيل تتعاهد باش تعطي راتب يعني هو رمزي في بلاصه الجمعيه اللي يعني تنتدب هذم الباحثين الشبان. واخر عقد هو برنامج عقد الكرامه. اللي معروف بالطبيعه، اللي صار عليه برشا حديث، ولكن على عين او في الواقع معناها ما فماش برشا اللي ينتفعوا به. فماش برشا على خاطر اول حاجه الساعه. علاش قلت انا اليوم راهو دورنا هو التحسيس، ودورنا هو التوعية وإعطاء المعطيات والمعلومات في هذه الفقرة الخاصة والفقرة القارة للباحثين عن الشغل. خاطر مع الأسف الباحثين عن الشغل ما يعرفوش العديد. فما حلقة مفقودة توا مهم جدا ما تقوم به الدولة وما تقوم به وزارة التكوين المهني والتشغيل وما تقوم به الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومكاتب الشغل. بيرو الشغل نلقاوه بيرو الشغل في كل بلاصة كيما البوسطة، ولكن للأسف الشديد خاصة الشباب الحقيقة ما نعرفش كيفاش توصل له. معناها يلزم فما نوع اخر من التفاعل، نوع اخر من ما ربما معناتها بالاشكال الجديده موجوده مع الاسف. الوسائل والوسائط والمواقع هذيك اللي موجوده. الوكاله عندها اللي مولاها مثل امام الكونغرس اخيرا معناها مسنتر مكرفت كوستيمي معناتها عكس الصوره اللي يروج فيها في خليني نقولها في التيك توك نتاعو. يروج لنا في صوره نتاع شطيح ورديح وهو راجل منضبط وقال لنا اولادي ما يستعملوش التيك توك. ايش قولكم يا سيدي؟ اليوم هذه وسائل التواصل الاجتماعي راهو مهمه يعني. ونأكد اليوم مثلا على وجود صفحه للفيسبوك لهذه الوكاله. او قال لك الفيسبوك ولا ديمودي بالعباره الشبابيه هنا علاش على خاطر احنا كما قلت نعيش في تغير متواصل من حيث التكنولوجيا. وظهرت العديد من شبكات التواصل الاجتماعي على غرار ما يصيرش نخدموا عليها الشبكات هذه. مهم جدا واحنا كما قلت اليوم نحكيو على ولو انه ملاها مشاو يبحثوا معناها كما بحث مارك زوكربيرغ بحث اخيرا معناها في الكونغرس الامريكي مولا التيك توك معناها وكان في اقصى درجات الاناقه الكلاسيكيه. مارك زوكربيرغ يدعي ديما انه مريول وتجين، لكن كي مشى للكونغرس باش يوريك الناس الصحاح قداش يعطيو قيمه قداش يعطيو قدر لمؤسساتهم الرسميه نتاع دولتهم. هذا للشباب خاطر نعرف باش تقص المقطع هذا وباش تهبطوا على الصفحات وخلي يقولوا واش يحبوا. انا نتحمل. لا مهم جدا اللي قلته مهم جدا. على خاطر اليوم نحكيو كي حكينا على الاجيال من الجيل اكس وايغريك وزد. واليوم نحكيو على لا جينيراسيون الفا وقريبا نحكيو على جينيراسيون بيتا في علاقه بلقانا المره الفارطه. دونك اليوم ما نجموش نتجاوزوا هذه في اطار ما تفضلت به حول دور ومهام الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل وعلاقتها بالمجهود هذا الكل اللي تبذل فيه لمحاوله معناها ادماج الشباب او تكوينه او مساعدته او رعايته او مرافقته او تاطيره للعثور ولا للبحث عن شغل ولا للاعداد للحياه المهنيه. شو نجم نضيفوا باش نخدموا سياسيا؟ باش نضيفوا لكون الوكاله تكون ايضا بشكل مباشر. وتأمضت الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل اتفاقيه شراكه يعني مع العديد من المكونين على غرار حتى IBM نذكروها. مثل شيء ما نعتبروش اشهار معناها الشركه العالميه. لا موجود على خاطر حتى موجود على مستوى حتى الصفحه الرسميه للانتي الشركه العالميه للاجهزه بهدف منح فرص تكوين للشباب والبحث عن الشغل فرص تكوين مجانيه. وشنو تخول له الباحث عن الشغل؟ تخول له باش ياخذ الشهاده لا سيرتيفيكاسيون
في العديد عن طريق المنصات هذه، نعم. المنصات التكوين، من خلال استخدام الأدوات الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. هذم يعني من بين يعني الدورات التكوينية نعم. اللي تقوم بها الوكالة بالتعاون مع في إطار هذه الاتفاقية. الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، العديد من يعني من الدورات التكوينية المهمة. هذه الدورات التكوينية والمنصات مقسمة حسب مستوى المتكون، يعني إنسان يكون ديبيتون نعم. ما نجموش نحطوه في اخر سؤال باش يكونوا عاملين سياسيين. الشاب اللي ربما نوصلوا له الجوال نتاعو، على خاطر فماش طريقه اخرى، فاك اللي كنا نحكيو عليهم هذوما ويسمع كلامي وكلامك، وان كان مش بانتباه شديد، ما نعرفش علاش، هذه مساله اخرى نطرقوا لها مره من المرات. يحب يمشي يعمل هالفورماسيون هذه، خلينا نقولها فورماسيون بلغتهم هما، شنو يعمل بالضبط؟ يتوجه الى الوكاله عن طريق مكاتب بيرو الشغل. بيرو الشغل اللي يمشي بيرو الشغل يقول له يا بيرو الشغل، راه سمعت في مش في التلفزه، نلقى في بورتابلويا فيديو في كذا، قال لي راهو فما فورماسيون في الامور هذه، نحب نعملها هكا يجي. هذا هو وينجم يعني بصفه ناكد على يعني الصفه المجانيه. واضح. اخر نقطه بعجاله في دقيقتين. مستشاري التشغيل بالوكاله دورهم مهم جدا. فما مستشارين في الوكاله دورهم هو توجيه وإحاطة والمرافقة متاع الباحثين عن الشغل، وكذلك الباحثين الشبان اللي عنده فكرة متاع مشروع ينجم يتجه لمكتب التشغيل ويتجه إلى الوكالة. والوكالة تقوم يعني حتى المساهمة في إيجاد التمويلات، في إيجاد الشركاء، في تحديد الحاجيات من الموارد البشرية، في الإحاطة بالباعث في مراحل إعداد وإنجاح المشروع. ومهم جدا اليوم ما نجموش نقعدوا الناس كل باحثين عن الشغل على مستوى المؤسسات، المبادرة الخاصة والشركات الناشئة وبعث المشاريع. وللحديث بقية مشكور جزيل الشكر الأستاذ الجامعي والخبير في الموارد البشرية الأستاذ ياسين سلامة. كانت هذه فقرتنا القارة اللي نخصوها لبرشا أمور في علاقة بالتشغيل وفي علاقة بالشباب وفي علاقة في علاقة بمستقبل أفضل، في علاقة بمستقبل أفضل. شكرا لك أستاذ.